صباح الخير ومساء يا جدعان، وفيديو جديد من كتاب بيب جوارديولا. وقبل ما نبدأ ما تنساش تدعي لكل اخواتنا في فلسطين، ربنا يصبرهم وينصرهم. في 2008 اتصاب المدافع الأرجنتيني جابري ميليتو في ركبته، ورغم ان جوارديولا وقتها كان مدرب الفريق بي وبنته فالنتينا كانت لسه مولودة من أسابيع صغيرة عدت، والكلام كان بدأ ينتشر في الصحافة زي ما قلنا عن ان خلاص بيب المدرب الاول بدل رايكارد. رغم كل ده بقى الا ان الارجنتيني جابي اتفاجئ بدخول بيب عليه علشان يزوره بسبب اصابته. جوارديولا قعد معاه في الأوضة حوالي 3 ساعات يتكلم معاه عن الكرة الأرجنتينية وعبقرية مينوتي وبيلسا وغيرهم، والعلاقة بينهم كانت كويسة وبانت قوتها بعدين لما مسك بيب الفريق الأول. وفي مرة صرح بيب انه مستعد يضحي ببطولة علشان يشوف جابي بيلعب كرة تاني. جوارديولا من ساعة ما بدأ مع الفريق بي وهو بيحاول يطور من نفسه كمدرب، وكان مؤمن تماما ان وظيفة المدرب مش بس جوه الملعب ويدي تعليمات وتاكتكس. بيب شايف ان المدرب هو قائد المجموعة وهو المسؤول عن كل حاجة بتحصل للعيبة جوه وبره الملعب. في ماتش في كاس الملك كان قصاد فريق مش معروف قوي في الدرجة التانية او التالتة. المهم بيب كان ماشي في طريقه للمؤتمر الصحفي، فلاحظ ان لعيبة الفريق ده بعد الماتش مستنين قدام اوضة لبس لعيبة فريق برشلونة على امل يتصوروا مع نجوم الفريق او ياخدوا تيشيرتاتهم. بيب جه ناحيتهم وسلم على كل واحد فيهم وفتح باب اوضة اللبس وطلب منهم انهم يدخلوا، وقال للاعيبة الفريق يدوهم التيشيرتات. بيب قبل كل ماتش في الكامب نو كان بيروح ويشتري من فلوسه الخاصة ازازة واين فاخرة ويشاركها مع مدرب الفريق الخصم بعد الماتش، تقليد كده كان بيعملوه في انجلترا. ده غير ان عنده علاقات كويسة مع كل المدربين في اسبانيا وقتها، لدرجة ان لو سمع اي مدرب اتطرد من فريقه كان بيسافر مخصوص ويعزمه على الغدا ويحاول يرفع معنوياته. في المواسم اللي قبل ما يجي بيب كانت الفلوس اللي بتدخل للنادي من غرامات اللعيبة ايا كان بقى تأخير او عقاب بشكل ما، المهم الفلوس دي كانت بتروح لمصاريف الاكل. جوارديولا لما جه غير النقطة دي وخلى اي فلوس بتدخل من الغرامات بتروح لمركز رعاية الاطفال. جوارديولا كان معروف عنه انه مانع كل المقابلات الصحفية ليه او للطاقم التدريبي بتاعه، لكن في الموسم الثاني وافق على عرض رعاية مع بنك كتالوني، واللي بسببه ظهر شوية من الاعلاميين قال لك قابل يا عم هو طلع كلب فلوس. لكن اللي ما يعرفوهوش ان جوارديولا وقع على العقد ده علشان ابوه طلب منه ده، لان المدير البنك كان صاحبه، والفلوس اللي اخدها من العقد دي وزعها كلها بالتساوي على الطاقم التدريبي كله. اول موسم ليه وكعادة كل موسم يعني شركة اودي كانت بتوزع عربيات على اللعيبة. لما راح بيب مع الفريق اتفاجئ ان مفيش عربيات للطاقم التدريبي بتاعه، فرفض ياخد عربيته علشان في العقد ما كانش مكتوب اسامي الطاقم التدريبي. واحد من مساعدينه في موسم 2009 كان اسمه خوان كارلوس، والده توفى قبل ماتش ليون في الابطال. بيب ما ترددش اللحظة وسافر بالباص مع الفريق كله علشان يحضروا الجنازة، وبعدها على طول طلعوا على المطار. كان عارف قبل ما يوصل للفريق الأول إن عنده كنز وجوهرة محتاجة رعاية قصوى. ليونيل ميسي كان سبب الصداع لبيب قبل ما يتقابلوا ويشتغلوا سوا. جوارديولا كان عارف إنه يقدر يكسب ود واحترام وثقة كل اللاعيبة الكتالان لأنهم عارفينه وبيحبوه. ده كمان معظمهم قابلوه قبل كده بالفعل وتعاملوا معاه. رايكارد كان بيحمي ميسي من الإعلام ومن النقد ومن أي حاجة. رونالدينهو كان صديق مقرب لميسي وعايش معاه في نفس المنطقة، لكن عيلة ميسي ما كانتش بتحب صداقتهم، لان اخر ايام الدنيا في النادي كان اي حد هيقدر يشوفه بيرجع بالليل ومعاه بنات لبيته، فقالوا انه ممكن يكون صديق سوء لابنهم. عيب عيب يا ابراهيم، ما صحش. ميسي وقتها ما كانش مهتم غير بالكورة اصلا، ولما لاحظ ان الدنيا بعيد قوي عن الكورة بدأ يقرب اكتر من بيول وتشافي وانيستا. بالصدفة بيب جه الفريق في نفس الوقت اللي كسب فيه برشلونة الدعوة القضائية على الاتحاد الارجنتيني علشان يمنعوا ميسي انه يروح يلعب في اولمبياد بكين 2008. في المعسكر التدريبي للنادي اللي كان في امريكا ميسي كان حزين ومش بيتكلم مع اي حد، وبعدها حصل مشكلة مع ماركيز واتدخلت اللعيبة وهدوا الموضوع. بيب جه وهزق ماركيز قدام الكل، وعرف بعدها من اللعيبة ان ميسي زعلان لانه مش هيقدر يشارك مع منتخبه في الاولمبياد. وقتها برشلونة كانوا محققين المركز الثالث في الدوري للموسم اللي فات، ولازم هيلعبوا تصفيات علشان يتأهل النادي لدوري الأبطال، والإدارة كانت عايزة ميسي مع الفريق علشان يلعب. بيب
كان عارف ان اللحظات دي هي اللي هتحدد العلاقة قدام مع ليو، علشان كده راح بيب للابورتا ومعاه تشيكي وقال له اعتقد من الافضل اننا نسيب ميسي يروح لبكين علشان يلعب مع الارجنتين. عارف اننا هنخسره في الفترة المهمة دي، لكن ثق فيا لما هقولك اننا هنكسبه لوقت كبير جدا. لابورتا وافق، وبعدها راح بيب لليو وقال له ميسي اسمع، انا لعبت الاولمبياد وعشت تجربة فريدة من نوعها، وعايزك تروح وتعيش نفس التجربة، علشان كده قررت انك هتسافر بكرة علشان تلحق معسكر المنتخب. ليو وقتها حقق الميدالية الذهبية ورجع بحماس كبير لبداية الموسم مع البارسا. ليلة الكلاسيكو الأهم، كلاسيكو بداية أسطورة البارسا والسيطرة على أوروبا والعالم. رغم ان برشلونة في الوقت ده كان كسبان كلاسيكو الذهاب 2-0 في الكامب نو، الا ان الكلاسيكو ده مختلف. الفوز في الكلاسيكو ده معناه ان خلاص كده برشلونة بطل الليجا. البارسا وقتها كان خارج من تعادل مخيب مع تشيلسي في دوري الابطال في الكامب نو. الصحافة ومعظم جماهير برشلونة اتوقعوا ان خلاص بيب هيريح جزء كبير من نجومه الكبار، لان التعادل في السانتياجو هيبقى كافي ليهم، لان عندهم ماتش تشيلسي بعد الكلاسيكو ب3 ايام وفي لندن. لكن جوارديولا كان عايز يغير طريقة تفكير الجمهور، حتى لو ان الماتش في الكاس وضد فريق من الدرجة التانية ده مش معناه انه ماتش مش مهم واننا هنريح كل النجوم الكبيرة. لازم الكل يعرف ان اي ماتش هيدخله برشلونة هيبقى علشان نكسب وبس، مفيش حاجة تانية. قبل الماتش بيب لاحظ ان الفريق ما كانش بيستفيد من الركنيات والفاولات اللي بتيجي قدام ال18، فعمل تدريب مكثف على حركة بين تشافي وبيول وبيكيه. بيكيه هيبدأ يضغط على 2 من لاعيبة الخصم علشان يفضي مساحة لبيول اللي جاي من وراه، وتشافي هيرفع الكرة على راس بيول اللي هيسجل منها. نفس الحركة اللي عملها نفس لاعيبة ديلبوسكي في كاس عالم 2010 واللي جه منها جول اسبانيا الوحيد قصاد المانيا في نص النهائي. نرجع لليلة الكلاسيكو. في الطريق لمدريد بيب قال للعيبة انا مش عايز اسيب اي مجال للحظ، مش هينفع نضيع كل اللي اشتغلنا عليه من اول السنة بسهولة او باي شكل من الاشكال. عايز واحنا راجعين من البرنابيو يبقى العالم كله بيتكلم علينا. عايز ضغط رهيب على الكورة اللي جالينا، وانا عايزها. لو خسرنا تمام، بس الماتش ده زي النهائي ومش هرضى بغير المكسب. قبل ما اللعيبة تخرج لارض الملعب وهم في اوضة اللبس، دخل بيب وقال لهم يا جدعان احنا في البرنابيو، لو عايزين نكسب الليجا لازم نكسبها من هنا، ومفيش غير طريقة واحدة بس علشان نكسب في البرنابيو، وهي اننا لازم نكون شجعان. وقام ساحب ميسي وانيستا وتشافي وقال لهم انتوا التلاتة انتوا كل حاجة، هيلعب قدامكم جاجو ولاس ديارا، انتوا 3 وهم 2، هتاكلوهم بس خليكوا شجعان. الخطة كانت مفاجأة. لأول مرة ميسي هيلعب راس حربة وهمي، هيلعب بين ميتسيلدر وكانافارو ورا لاس ديارا وجاجو. قدام جاجو وديارا بقى عندك تشافي وانيستا. بسرعة ال3 دول والبساط اللي بالمسطرة، رباعي مدريدي ضاعوا وقفوا حيرانين مش عارفين يعملوا ايه. كانافارو افضل لاعب في العالم لسنة 2006 كان مهزوز في الملعب، لو راح يساعد الاتنين الستة هيسيب ميتسيلدر البطيء يواجه ميسي لوحده. لو راقب ميسي هيلاقي ايتو وهنري جايين من على الاجنحة. بيب الخطة الجديدة دي عمل صداع رهيب لكل مدريد. النتيجة كانت 1-1 وفاول جيلي تشافي، وكان بيحرك ايده بطريقة غريبة وراسه اكنه بيشاور لبيول، وحصل بالظبط زي ما الفريق كان بيتدرب. بيكيه وقف قصاد ثنائي دفاع مدريد وحاول يعطلهم، وبيول طار في الهواء علشان يسجل الجول التاني ويجري يحتفل وهو بيبوس علم كاتالونيا من قلب البرنابيو جوه مدريد. خلص الكلاسيكو بفوز رهيب على الريال 6-2، رقم كبير طبعا. الاحتفالات بدأت من أوضة اللبس وانتشرت في كل العالم. الكل كان بيرقص ويتنطط ويتصور جوه أوضة اللبس اللي في سانتياجو. بيكيه قاد الاحتفالات في الطيارة بجهاز الايبود بتاعه وشغل الأغاني على كل سماعات الطيارة، وبدأنا نغني ونرقص كلنا. طريق رجوعنا كان فجر يوم الحد، لكن ده ما منعش الكتالونيين انهم يخرجوا ويجوا يستقبلوا الأبطال في المطار. ليه المبالغة دي؟ تمام، هو مش نهائي الكاس، لكن احنا فزنا في البرنابيو على الريال، أمنا الليجا، نتيجة مذهلة، ما نحتفل ونبالغ براحتنا. وبس كده، دي كانت كل حاجة بالنسبة للفصل ده في الكتاب. ما تنساش تدعي لكل اخواتنا في فلسطين. سلام.